السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. فيديو ربما بدون سابق انذار، ولكن فريمون شي حاجه كتضر في القلب وكتحز في النفس اننا نشوفوا بحال هذا الشيء كاين في بلادنا. المفيد ندخلوا نيشان الموضوع، وهو موضوع الشرطي هشام الله يرحمه ويوسع عليه، اللي تعرض للاعتداء والحرق ورموه في قادوس نواحي حد السوالم. واش باقي الناس كيعاشرونا كنعيشوا معاهم دايرين بحال هكا؟ عندهم النيفو الاجرامي وصل لهذا المستوى هذا؟ كاينين شي حوايج يعجز امامهم الانسان حتى انه يعبر، بصح شي حوايج زعما ما كتبقى تفهم فيهم والو. الصوره ديال الام ديالو، الفيديوهات اللي شفنا كاملين ديال الوالد ديالو اللي مسكين جاه انهيار بسبب الخبر وعند الدفن ديالو، والزوجه ديالته مسكينه ووليداته لهم الله. اكيد السيد راه مات شاهد العمل ديالو، شاهد لانه تم الحرق ديالو والتعدي عليه. كنتمناو انه الامن الوطني كيف ديما وكي كنعرفوا ان الامن الوطني ديالنا ولا يخفى عليكم خفيه انهم كيقوموا بالعمل ديالهم على اكمل وجه. كنتمنى ان شاء الله يلقاو القبض على هاد الناس هادو اللي تسبوا في هاد المأساة هذه لهاد العائله الصغيره وهاد السيد هذا اللي من خلال جميع الشهادات اللي انا سمعتها وشفتها انه انسان طيب جدا رحمه الله. الله يرحمه ويوسع عليه. لا يضرنا ولا يضركم في عزيز او غالي. صعيب الحال حيت الانسان كيخرج من دارو ووليداتو كيكونوا يتسناوه باش يرجع، كيرجع نيشان يمشي لبلاصتو في هذا، وهذه حاجه عاديه حتى الحياه هكا دايره. احنا عايشين واحد الوقت غنموتوا، غير هو فين كتبقى المفاجاه او كيبقى الالم ديال الفراق صعيب. وحتى الطريقه باش فارقك هذاك السيد او السيده اللي هو كيكون اب ام اخ اخت ابن خال عمه من العائله، كتكون القضيه قاصحه وصعيبه بزاف على حسب درجه القرابه ودرجه المحبه وحتى الطريقه باش توفى. هو مقدر له انه يتم الموت ديالو بهذيك الطريقه، ولكن كاينين اسباب اكيد اللي دفعوا هاد الناس هادو باش يرتكبوا هاد الجريمه الشنعاء في حق هاد السيد هذا. لا ناوله الله، وانه كما تنقولوا كاملين واللي معروف ان الروح عزيزه عند الله. غيبان هاد الناس هادو اللي ارتكبوا هاد الجريمه، وكنتمناو انه القضاء المغربي والقانون المغربي والشرطه المغربيه تاخذ المجرى ديالها كما يجب في حق هاد السيد هذا، لانه نقدروا كاملين نكونوا في الموقف ديال هاد السيد بغض النظر على انه شرطي. وهذا الشيء راه ما كيصيبش غير الشرطه، يقدر يصيب دركي، يقدر يصيب طالب معاش، ويقدر يصيب واحد خدام في شركه عاديه، يقدر يصيب اي واحد، لانه هنا ما كتعرفش لهذا خصنا نتقيو شر الناس اللي كنعاشروهم. شحال من واحد تيضحك لك في وجهك ولكن تجي الفرصه يكون عنده بيستولي تيري فيك. شحال من واحد تيبين لك هو حبيبك وهو راه اكبر عدو ليك. شحال من واحد تكون انت تحسبو كاع ما نعرف شنو، كتقول خويا اللي ما ولدش ليمك يكون اول واحد كيتامر عليك مع العديان ديالك. لهذا الانسان يفيق وينعس بالاذكار ديالو ويطلب يجنبنا يا ربي شر الدنيا ما حدنا فيها. الله يدينا في الضوء كما تنقولوا، الله يدينا ويغفر لنا ويرحمنا ويرحم هذا السيد هذا، والله يصبر وليداته ومرته ويلاقيهم به في الجنه كيف كيطلبوا مساكنهم. شفت بزاف ديال لي فيديو الام ديالو والاب ديالو والحسره اللي في قلوبهم. سي فري حاجه هاد الحاجه ما كيحس بها الا اللي مجربها، واللي ما مجربش غتبقى تبان له مجرد صوره ومجرد ام واب كيبكيو، ولكن اللي دايز في هاد التجربه اكيد غيحس بهم مزيان. لنا ولكم الله من هذا المنبر هذا، والله ياخذ الحق في هاد الناس هادو اللي تعداو على هاد السيد بهذا الشكل هذا. كنتمنى احبابي يكون البارطاج على نطاق واسع، ونديروا علاش هاشتاغ باش هاد السيد هذا يتخذلوا الجزاء ديالو هنا في الدنيا من هاد الناس اللي تكرسوا عليه بهذا الشكل هذا قبل الاخره. تبارك الله عليكم. سيدي محمد الله يشافيك، والله يخلي لك وليداتك وعائلتك، والله يخلي كاع وليداتك لما اشوف فيا تاع الحاجه ولدك كان ناوي يكفيك وغدا العمره هي العمره ولدي، وعيط عليا على نهار اللي غيصبح ميت غيدوب هذيك الساعه غيمشي. عيط لي مع 9 د العروب قال لي الصباح جي امي انت راني غنشري لك داكشي اللي باغا. مشيت الصباح ما سطوش، ما سقط خبر تاع الجوج عاد سقط خبر. واخا ولدك العمره هو اللي غادي يروح للطبيب، هو خلاتك منا الله يرحمه ما نطولش.